تعمل ايه لو صحيت اول يوم رمضان لقيت الدنيا هادية بشكل غريب؟ مفيش دوشة، مفيش زحمة مسلسلات، مفيش حد ماسك التليفون طول الوقت، لا، ولا حتى في ترندات الناس بتجري عليها وبتتفرج. لا بالعكس، ده بقى في وقت واسع خالص، ويوم اطول جدا. تفتكر هتحس بايه؟ هتمل ولا هتكتشف حاجة جديدة؟ تعالوا النهاردة نبدأ حكاية جديدة ونشوف هنستقبل رمضان ازاي. كل سنة وانتم طيبين. تخيل كده لو صحينا لقينا مفيش سوشيال ميديا طول شهر رمضان. تخيلوا، مفيش ولا منصة من اللي احنا بنتابعها موجودة، ولا في مسلسلات موجودة على التلفزيون ولا على المنصات. يا ترى الدنيا هتبقى عاملة ازاي؟ مم. يا ترى أول يوم بالشكل ده هيكون صدمة وملل؟ هتحس إن في حاجة ناقصة. إيدك هتفضل تدور على التليفون، هتفضل تمسكه كده بشكل تلقائي، تفتحه وتقفله تفتحه وتقفله التليفون. ما انت مش في حاجة انت ناقصاك. اه يعني انت مش عارف في حاجة كده جواك، ما انت عارف ان مفيش سوشيال، مفيش يعني مفيش نت. انت عايش كده زي زمان في التمانينات وقبل التمانينات والجو ده. مش عارف انت هتعمل ايه بعد الفطار، يعني هتتابع ايه، هتتفرج على ايه؟ متعود انك تاكل وانت بتتفرج على مسلسل او برنامج مثلا، بس فجأة مفيش الكلام ده خالص. الوقت بقى اطول جدا، الساعات بقت بجد زايدة قوي عن اللزوم. انت مش عارف تعمل ايه. ايه، فكروا معايا، انتوا بتتمنوا ده ولا لأ رافضينه مش عاوزينه؟ أنا حابة أسمع تعليقاتكم تحت في الكومنتات، وقولوا لي هل حابين ده اللي أنا بقوله، ولا قادرين تتحكموا في نفسكم وانتوا في شهر كريم فتقفلوا الموبايلات وتخصصوا الوقت ده لربنا سبحانه وتعالى وماسكين كده ذكر الله والقرآن الكريم؟ امتى في منافسة مع ولادك وأسرتك وعيلتك، وتشوف مين آم، قرأ جزء النهاردة ومين أثر وتشوفوا كده بعض وتتكلموا في الدين وتدوا دروس لبعض. انت النهاردة بتقول حكاية وزوجتك بكرة بتقول برضو حكاية، أو ابنك بيقرأ حديث فبيشرحه أو حتى بيسألك فيه. المهم إنك هتلاقي إن الوقت سبحان الله بقى كله بركة. بس عايزة أقول لكم حاجة، المفروض إن تطبيق البرنامج ده يكون قبل رمضان مش في رمضان. بس أنا بدخل معاكم لعالم افتراضي كده إن في رمضان مفيش نت، في رمضان مفيش سوشيال، لأن الحاجات دي بتبعدنا شوية، بتاخدنا شوية، بتسرقنا من نفسنا. حقيقي لما تبصي تلاقي ابنك أثر في دراسته فلأن هو معاه موبايل وفي لابتوب عليه ألعاب وفي جروبات هو داخل فيها، فبص تلاقي هو ما استخدمش التكنولوجي دي بشكل يشجعه أو يفيده أو ينميه. لا. طيب خلينا أقول إن بعد أسبوع هتبدأ تكتشف حاجات جديدة، زي فجأة هتلاقي كده نفسك مسكت القرآن الكريم وبتقرأ فيه، مش علشان حد قالك يعني اقرأ، لا، علشان انت حسيت بقيمة الوقت، محتاج تملاه بحاجة مفيدة، فعايز تقرأ القرآن وتبتدي تتمعن فيه. مفيش حاجة شداك، مفيش حاجة شغلاك، مفيش مسلسل انت عايز تتابعه، مفيش حاجات على الموبايل بتتابعها. عايزة اقول لكم ان المسلسل لو فاتك انت بتجيبه من على اي ابلكيشن بقى بيبقى منزل المسلسلات. فبترجع بقى لما نعمل نطبق ده، يعني بترجع تتكلم مع اهلك، بتقعد كده تلاقيك فتحت كلام مع ماما، فتحت كلام مع بابا، إيه، انت كولد، انت كبنت، انت كزوجة، انت كأب، هتبص تلاقي نفسك بقيت موجود. انت كنت صورة في البيت وهو انت ماسك التليفون بتاعك حرفيا. السوشيال والجو ده والنت عموما واخدنا من بعض. بتلاحظ انك بدأت تركز اكتر في صلاتك، مش بتصلي بسرعة علشان تلحق الحلقة اللي موجودة على التلفزيون او اللي انت محددها على تليفونك عشان تتابعها، لا، انت مركز قوي في الصلاة. الوقت ده خلاص انت شاغل نفسك بصلاتك، بقيت بتاخد وقتك في الفطار بجد، بتاكل بالراحة كده، مش بتستعجل علشان تجري وعلشان مش عارفة تروح تقعد فين
بينزلوا الشباب بيقعدوا طبعا على الكافيتريات علشان يتفرجوا بقى مش عارفة على ايه سوا لا، انت بتستمتع بالاكل والكلام مع الصحبة الحلوة اللي انت معاها مع اهلك وانت قاعد في البيت، من غير ما عينك تجري على الشاشة. ما خلاص ما فيش بقى على الشاشة لا مسلسلات ولا برامج، لا. طبعا اللي انا بقوله ده انا مش عارفة ده ممكن يتحقق في يوم من الايام ولا لا، بس اللي اقدر اقوله ان انت ممكن تقطع النت في بيتك بارادتك، مش ان انت تشيل السلك ويبقى ماسك نفسك، لا 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 لا. انت تقرر انك في مسلسل شغال وفي برامج شغالة، بس انت لا، ده شهر ما بيجيش غير مرة واحدة في السنة، والدعوة فيه مستجابة. لو انت دخلت رمضان من اول يوم وانت عايز كده، يعني عايز قرب الله، عايز رضا ربنا، عايز احلامك تتحقق، عايز تعيش روحانيات رمضان، عايز تلاقي نفسك. اصل في ناس تايهة من نفسها مش لاقياها، فتقدر تلاقي نفسك في الشهر الكريم بقربك واتصالك بالرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فمطالب انك تفصل النت، تفصل النت من جواك قبل ما تشد الفيشة بشكل عملي. علشان انت لو عملت ده من جواك خلاص الحاجة هتكون قدامك في رمضان وبعد رمضان، وانت لا، هتبص تلاقي نفسك قادر تدي لكل شيء قيمته، لانك ادركت الحقيقة. رمضان عامل زي قطعة الماس، لما يبقى في ايدك قطعة ماس وتقوم ترميها، انت تبقى ايه؟ انت كده مش شايف، مش حاسس. انت في ايدك جوهرة ثمينة تقدر تغير حياتك كلها. شهر رمضان، طبعا شهر رمضان ده شهر البركة والإحسان. تقدر من رمضان تعيش حياة تانية انت بتتمناها. وعلى فكرة ده انت بتتمنى حياة فيقوم ربنا يديك اللي يدهشك بعطائه سبحانه وتعالى. أول مرة على فكرة هتحس إنك مستمتع بالصلاة، أول بقى ما تركز بقى وتدي لكل حاجة حقها كده وتستمتع وتبعد عن النت خالص، او ما يبقاش في نت اساسا علشان تفتح وتنشغل، هتبص تلاقي نفسك مركز قوي في الصلاة، مفيش حاجة شغلاك، لانها مش هتبقى مجرد عادة، لا، دي عبادة بقى وانت عايشها بإخلاص. بقيت هادي نفسيا مش مضغوط. هتقولوا لي يعني هي السوشيال او الانترنت هو اللي بيعمل ضغطة؟ احنا بنستخدمه بشكل غلط. احنا حرفيا ليل ونهار ماسكين التليفونات، او بعضنا ماسك الليل ونهار التليفونات. الجيل اللي طالع حرفيا بقى فيه توحد في البيوت، انا ماسكه تليفون، ابني ماسك تليفون، جوزي ماسك تليفون، كلنا احنا عايشين مع بعض ومش موجودين مع بعض. طب ازاي هنكون موجودين في شهر كريم بنشجع بعض بنعين بعض؟ المفروض ان الشهر ده بيلمنا. لا تبص تلاقي ده بيتفرج على مسلسل وده بيتفرج على برنامج وده بيتفرج مش عارفه على ايه وده راح فين وده، لا اله الا الله. بالعكس احنا لما نبعد بقى عن الانترنت ده شوية تبص تلاقي نفسك بقيت هادي جدا مركز جدا في كل حاجة. ومش معنى اللي انا بقوله ان احنا مش هنتابع الاخبار، لا هنتابع الاخبار. انتوا عارفين لو الموضوع ان انا اتابع الاخبار اللي جوه بلدي واللي بره بلدي وابتدي اعيش مع القضية بره وجوه، ده لو هتبقى كده بس ده جميل، لانك اكيد مش ال 24 ساعه في ال 24 ساعه هتبقى قاعد بتتفرج على الاخبار، انت هتبقى بتتابعها، لكن هتبقى عايش رمضان، حاسس انك عشت رمضان بجد، مش قضيته بس قدام الشاشه وقدام البرامج والكافيهات والخيم الرمضانيه. الواحد بيشوف حاجات في رمضان بجد بيستغرب وبيصعبوا عليا قوي. انت ازاي مش حاسس ان شهر رمضان ده هو نقطة تحول في حياتك لو انت ركزت؟ معقول انت مش عاوز تتغير، مش عاوز تعيش حياة سعيدة، ربنا يرزقك بالمال اللي ملوش حدود وبالخير اللي انت بتتمناه اكتر، اللي عاوزة تخلف واللي عاوزة زوج، وزوج ايه ده، يكون زوج الدنيا والآخرة، يعني يكون كل حاجة طيبة، واللي عاوزة حياتها تتعدل 180 درجة مع جوزها مع مرات ابنها عندنا مشاكل كتير في حياتنا، فانت عايزة كل حاجة تتحل. خدي رمضان من أوله لنهايته بنية التغيير والتبديل في حياتك، مش تضيعيه. معقول؟ لا، أنا مش هضيع رمضان، أنا هاخده فرصة.
الكلام اللي بتقوله حنان دلوقتي انا هاخده سبب ربنا سبحانه وتعالى حط الكلام ده على لساني سبب. والله ببقى محضرة كده حاجات هطلع اقولها والاقي لساني بيقول حاجات تانية، فانا ميقنة ان ربنا سبحانه وتعالى حط الكلام ده على لساني عشان انت تسمعيه، اللي بتتفرجي عليا او انت عندك اي هم جوه قلبك، ركز مع ربنا في الشهر ده، ذكرك، قرآنك، صلاتك، قربك بقلبك. قوليلي طيب، عندك مشكلة انت عايشاها دلوقتي او عايشاها من سنين؟ عندك مشاكل مش عارفة تخرجي منها؟ تقدري تحليها. اه والله تقدري تحليها. ياما دخلت رمضان وانا عندي مشاكل، دعيت ربنا، خلص رمضان قبل ما يجي رمضان اللي بعده كان ربنا حلل لي المشاكل بتاعتي دي بشكل انا ما كنتش متخيلاه. فانت تقدري تحلي كل مشاكلك، كل مشاكلك سواء كانت مع نفسك او مع طرف تاني. كل واحد فينا عنده اللي مكفيه. فتعالوا كلنا ندخل رمضان بنية الاستشفاء. يا رب أنا عاوزة رضاك، واشفيني من كل مرض أنا عايشاه، من كل زهق، من كل مشاكل حواليا. أنا عاوزة أعيش مرتاحة. هتقوليلي أو أنت هتقولي مفيش عيشة في الحياة من غير مشاكل، من غير زهق، يعني إنا خلقنا الإنسان في كبد. يعني أنا فاهمة، بس هتلاقي اي مشكله هتواجهك انت هتتقبليها بصدر رحب، ما انت بقيتي راضيه. مش انت، ده الرحمن سبحانه وتعالى بصلك بعين الرحمه. ربنا هو اللي بيأذن للقلب ده انه يعبد، بيأذن للسان ده انه يذكر. والله مش انت على فكره. فلما تلاقي نفسك بتقومي بهمه تصلي تسبحي، ده ربنا هو اللي عايزك، ربنا اللي بيحبك. فانت معقول تبقي مش عاوزه ده ومش عاوزه حل مشاكل ليكي؟ ما اعتقدش. تعالوا كلنا ندخل رمضان بنية الاستشفاء من كل حاجة احنا عايشينها واحنا ما نعرفش ايه اللي جاي بكرة، الله اعلم. فادعي وتذللي واطلبي وتمني، ربنا هيجبر بخاطرك ويحقق لك اللي انت بتتمنيه ويبعد عنك كل شر ويخليكي تستقبلي في المستقبل كل شيء برضا. السؤال بقى، ليه لازم يكون في عالم موازي؟ ليه؟ ليه ما نجربش ده بجد؟ ليه ما اخدش خطوة بسيطة؟ مش لازم امنع السوشيال ميديا 100%، بس ممكن اقللها شوية، صح؟ ممكن اخلي اول ساعتين بعد الفطار من غير موبايلات، نشيل الموبايل. بابا يقول كده لكل اللي قاعدين على السفرة، مفيش الكلام ده. ماما تعمل ده، نبتدي نطبق احنا ككبار الموضوع ده على نفسنا، ما ننشغلش بالسوشيال والانترنت لا. نخلي كده في ود عائلي حلو. نجرب ان احنا نصلي من غير ما نستعجل علشان في حاجة ورانا، يعني بعد الصلاة. يعني انا بصلي وبفكر انا هعمل ايه، هلبس ايه، ده انا رايحة مش عارفة في خيمة جميلة قوي، ده في سحور، يا الله. مش معقول، مش معقول. خليك ذكر لله طول النهار، طول النهار. ولو يعني بتقول بسم الله الرحمن الرحيم في ان انت ترتب امور حياتك، خليك بعد صلاة الفجر كده تمسك ذكر وتردد فيه وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، تعيش معاه. وجرب كده وشوف الفرق في نفسك. انت شوف نفسك هتبقى تاني يوم عامل ازاي، تالت يوم عامل ازاي. والله هتلاقي متعة جوه قلبك مش موجودة في قاعدة مش عارفة فين مع ناس مين، ولا فرجة على مسلسل ايه، ولا لا لا لا. احنا بنعيش شخصيات الممثلين اللي بتبقى موجودة جوه المسلسلات، واحنا عايشين مع بعض طول اليوم ونحكي لبعض، اسكتي حصل ايه امبارح في المسلسل ده، حصل كذا كذا، واحكي بدل ما انا اشغل نفسي بذكر الله وادعي ربنا واترجاه. وشايف قد ايه ان انت ممكن كنت تنشغلي عنه وتفكري مش عارفة في ايه وتعملي ايه، ركزتي معاه، بقى ربنا هيساوي انسان بيعمل كده وانسان لا. طيب ليه نستنى حد يفرض علينا تجربة زي دي؟ ليه ما نجربش نعيش رمضان بشكل مختلف بإرادتنا إحنا؟ مش لازم نمنع نفسنا عن كل حاجة، ممكن نقلل ونخفف، ندي لنفسنا كده فرصة نحس بالشهر الكريم. جرب كده تهدى كده وتبعد عن كل حاجة تزعجك، ابعد عن أي حاجة تسرق وقتك، تدي لنفسك كده فرصة ان انت تستمتع بالهدوء النفسي. جرب تحس كده بروح رمضان. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.